السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا والله العظيم أنا مش بخوف الناس، أنا بحب دايما أبقى صريح مع الناس. أولا دلوقتي في ضغط حجوزات جامد جدا 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 جدا. دلوقتي مواعيد الكشف وصلت داخلة على أواخر 7. تمام؟ الحاجة التانية لازم الكل ينتبه ازاي يعمل ورقه ويعمل تقرير ويعمل حاجته. دلوقتي الصوت اقسم بالله بقى على ودنه. انا فوجئت بحاجه غريبه جدا. عميله جات لي النهارده المفروض ان عندها بتر في مشط القدم. فوجئت ان الكارت بتاع الكارت اللي هو الموف ده يدل ان حتى نظام الاعاقات دلوقتي او مفهوم الاعاقات اتغير في المجالس. احنا زمان كنا نعرف ان لا مؤاخذه اللي بيسيب بايده على رجليه ماشي او رجليه سايبه من تحت ده اعاقه شديده. لا، دلوقتي كل المفاهيم اتغيرت. دلوقتي اللي بياخد الكارت الازرق اللي هو اللي عنده بتر واضح وصريح في الدراع او في الايد ده ياخد الكارت الازرق، واللي عنده الاعاقه الذهنيه اقل من 50%، يعني ممكن 35% ده يطلع له الكارت الازرق. اما عدا ذلك لا، بقت في الكارت الاخضر الاعاقه المتوسطه وفي الكارت اللي هو الموف ده. فيا جماعه ركزوا، انتوا بتدفعوا فلوس للحجز وتدفعوا فلوس للكشف، فركزوا في حالكم عشان ما تبقاش فلوسكم على الفاضي. والله اقسم بالله انا بتكلم كلام صح. اتعاملوا مع حد يكون فاهم، حد يكون خبره عشان يواجهك، على الاقل يبقى في امل. مش عشان لا، على الاقل يبقى في امل. لان دلوقتي السوق بقى على ودنه. لان انا جيت في بدايه القناه ديت قلت كلمه للناس، الناس ما كانتش مصدقاها، اللي هو ايه؟ كل المعاقين يستحقوا كارت خدمات، دي حقيقه، لكن مش كلهم يستحقوا عربيه اصلا. الناس مش مصدقه الموضوع ده. دلوقتي الناس بقت تيجي: انا سقطت يا عم احمد. يا مين اللي حجز لك يا عم؟ انا حجزت عندي يا سيدي. اوكي، سقطت ليه؟ قال لي ما اعرفش. طب عملت ورقك ازاي؟ قال لي برضه ما انا رحت للدكتور كتب لي تقرير وخلاص. لازم انت نفسك تبقى فاهم انت عندك ايه وتوضح الدنيا ازاي. هي الخبره هي اصلا خبره. انا خبرتي انا بشوف الحاله خلاص، عارف ده الوضع يتناسب ايه وايه 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 وايه. حلو الكلام. لكن في الاخر بيبقى توفيق من ربنا برضه، مش شطاره مني انا مش ملك، لا مش بتبقى شطاره، يعني ده بيبقى خبره. فاللي يجي يعمل، اللي عايز يحجز والله بتكلم بجد، سيبوكم مني انا يا عم. اللي عايز يحجز مع حد خبره حتى لو سنه، عشان يبقى عارف هو بيرتب حاجته ازاي. اصل ده شغل، انت اصلا في اي شغل عادي لازم ترتب اوراقك، دي حاجه معروفه صح. ركزوا، معايير النجاح اختلفت ومفاهيم الاعاقه اتغيرت. دلوقتي مبقاش اي حد ياخد. انا بقول لكم بتر مش القدم مطلع الكارت الموف. واحد بيسيب بايده على رجليه اللي كان بياخد كارت ازرق الاول دلوقتي ياخد الكارت الموف او ياخد الكارت الاخضر. ركزوا عشان انتوا بتصرفوا فلوس، فركز شوف فلوسك ديت انت بتوجهها لفين ولمين. تمام كده؟ وترتب ورقك عشان ما يبقاش كل المصاريف ديت رايحه على الارض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.